العراقية حكما بالإعدام ضد المواطن التونسي المعتقل في بغداد منذ عام 2007. تنفيذ حكم الإعدام جاء بعد التماس قدمه رئيس حزب النهضة التونسي الفائز في الانتخابات الأخيرة وبرسالة خاصة موجهة للرئيس العراقي جلال الطلباني لطلب العفو. المواطن التونسي متهم بتنفيذ تفجير مرقد العسكريين في مدينة سامراء أواخر عام 2006، وصدر بحق حكم الإعدام بعد محاكمة استغرقت نحو عام كامل اعترف خلالها بانتمائه للتنظيمات المسلحة وتنفيذ عدد من العمليات والهجمات ضد القوات الأمريكية أيضا. احنا نحترم المحاكم مالنا ونحترم القضاء، ما نتدخل في شؤون محاكم القضاء. فأنا رأيي مفروض الحكم المحاكم تنفذ، يعني الحكم ينفذ واحنا السياسيين ما نتدخل بأفضل. يعني تنفيذ أحكام الإعدام في العراق يتم بعد صدور أوامر قضائية وبعد محاكمات خاصة، والقضاء العراقي يوجه أحكام الإعدام لتنال مصادقة الرئيس العراقي جلال الطلباني الذي سبق وأن أكد وفي مناسبات عدة رفضه لأحكام الإعدام سيما في بعض القضايا، ومن بينها أحكام صادرة بحق أعضاء من نظام صدام حسين السابق، وتبقى الأحكام معلقة حتى المصادقة من قبل الرئيس الطلباني، وهو ما يستغرق سنوات في أغلب القضايا. الطلب لا يتوافق مع القواعد الإجرائية، وليس من حق الحكومة العراقية كسلطة تنفيذية ولا من حق السلطة التشريعية أن توقف الإجراء القانوني للسلطة القضائية. هنالك لدينا في العراق سلطة قضائية أصدرت أحكامها، وعلى السلطة التنفيذية أن تباشر بإنجاز القرارات الصادرة، بإنجاز ما كلفت به من السلطة القضائية. يشار لتعليق أحكام الإعدام في العراق بعد عام 2003 وبأوامر خاصة أصدرها الحاكم المدني الأمريكي بول بريمار، غير أن القضاء العراقي عاد العمل بعقوبة الإعدام بعد تفشي الجريمة وأعمال العنف، وعلى نحو أدخل البلاد دوامة اقتتال طائفي قبل سنوات قلة. ويدرس مجلس النواب العراقي حاليا إصدار عفو عن آلاف المتهمين في مشروع ما زال يثير جدلا سياسيا حادا. إيثار إبراهيم، التلفزة الوطنية التونسية، بغداد.